غادي نشوفوا واحد الفيديو ديال واحد الشخص اللي يتداولوه في مواقع التواصل الاجتماعي، وبحال هاد الناس هادو هما اللي غادي في مزبلة التاريخ، في مزبلة التاريخ. الزلزال في المغرب، واش نقول لكم يا خوتي؟ الله هذه فرحه كبيره، الزلزال في المغرب. اللهم يا ربي يا ربي هدمهم، يا ربي زيدهم زلزال على زلزال، يا ربي اردمهم تحت لان هذا لا يمثل الجزائر ولا يمثل الشعب الجزائري، لان الجزائر حنا كنعرفوا الشعب الجزائر فهما اخوه للمغاربه، وما كاينش فرق ما بيننا وبين الجزائر نهائيا، لاننا واحد، لغه واحده، دين واحد، عرق واحد، دم واحد، موقع واحد. فعلاش انك تبغي الزلزال الخوت حتى الموت وتفرح بموت الاخوان ديالك؟ حتى هنا راه ما غاديش يتقبلها العقل ديال البشر. هنا كتدل بانك راك مريض نفسانيا، وبانك يعني مجرم، انك الناس وصل بيك لهاد الدرجه هذه كامله، وبانك تبغي الموت لخوتك. فهنا كتبين الوقاحه ديالك، وكتبين ما عرفت شنو غادي نسميها، والله ما عرفت شنو غادي نسميها، لان بحال هذا الشيء هذا كيبقى في الخاطر وكيضرب الخاطر. صراحه بقى في هذا الفيديو ما بغيتش نشاركو، ما بغيتش نبارطاجيه، ولكن قلت خليني نشوف واش انا غلط، واش هذا كيمثل الجزائر؟ لا حاشا، واش يمثل الجزائر؟ واخا اننا حنا فقدنا الامل، يعني حتى في الشعب الجزائري، في بعض الشعب الجزائري اللي تا هو ولا يعني تاثر بداك الشيء اللي كيسوقوا له وكيروجوا له، حتى ولا تا هما ولاو يعني كيدخلوا في صراعات وفي سب وشتم، وكأن المغرب عدو، ولكننا لسنا اعداء. ثقوا بيا والله ما حنا اعداء، حنا خوت، وعندي اصدقاء خوتي وحبابي جزائريين. هادشي هذا ماشي كيخلينا زعما كنقولوا والله الا من قلبي كندوي. عندي خوتي عزازين عليا من الجزائر، وكنذكر مع الذكر هواري كازا بالاخص، الفنان الجزائري الصديق ديالي وصاحبي، وزارني في المغرب ومازال عندي علاقه به، ومازال عندنا بزاف ديال الجزائريين اللي خوتنا. ولكن ما خصناش نوصلوا لهذه الحاله، بالعكس خصنا نكونوا اخوه، ونكونوا كما حنا يعني كتحبوا الثقافه ديالنا وكنحبوا الثقافه ديالكم، وكنتشاركوا بزاف ديال الحوايج، كتسمعوا لاغانينا وكنسمعوا لاغانيكم، كنتفرجوا معاكم وكتفرجوا معانا. كنا يعني غادي نكونوا احسن مثال لجميع البلدان العربيه لو كان غير شويه ديال التفاهم، وشويه ديال نساو الصراعات السياسيه، ونساو داك المسائل هذيك عندها الناس ديالها، عندها رجال ديالها. لا كانت السياسه خلي السياسيين يحملوا داك المشعل هذاك وهما قادين بشغلهم، ولكن حنا خليونا مزيانين، خليونا بعضياتنا مزيانين، خليونا ترونكيل. بركه من الشتم، بركه من السب، بركه من التخيل بان المغرب هو ذاك العدو اللدود ديالكم. راه الناس في المغرب راه ما الاغلبيه عندنا حنا والله ما كيتسوقوا لهذا الشيء هذا. راه الاساس في هذا الشيء كامل وهو ان الانسان يبين على التلاحم ديالو، التضامن ديالو، التعاون ديالو، ونزيدوا لقدام باش اننا نطردوا هذوك الناس اللي كيستغلونا، هذوك الناس اللي دائما حنا تحت رجليهم، هذوك الناس اللي باوروبا. شكون هي فرنسا اللي تفرض علينا الوجود ديالها؟ وشكون هي فرنسا باش نرضيوها من اجل انها توقف معنا؟ ولا شكون هي روسيا باش ترضيها باش توقف معاك ضد خوك المسلم؟ الغرب ماشي هكا، اليهود بعضياتهم ماشي هكا، النصارى بعضياتهم ماشي هكا، ولكن حنا المسلمين والعرب حنا اللي قرابين. فعلاش هذا الشيء هذا؟ كنتمناو الخير من هنا لقدام. انا خوتي والجمهور ديالي والاصدقاء ديالي، الوصيه اللي بغيت نوصي جميع الاخوان والخوت والحباب والاصدقاء، بان الانسان ما يكونش حقود، حيت هذاك الحقد كيولد غير الانهيار والدمار، ما كيولد حتى شي حاجه اللي ايجابيه. لان الانسان الحقود ما كيبقاش يشوف في راسو شكون هو، كينسى راسو، ما كيشوفوش حتى في المرايه، ما كيسولش راسو ملي كيجي ينعس واش انا هو انا. علاش؟ لان الحقد كيولد منك واحد الانسان فاشل، واحد الانسان كتشوف كاع الناس احسن منك،
على ابسط الحوايج كتولي انت كتعلق وكدير فيها فاهم وكدير فيها عالم وانت ما فاهم والو. علاش؟ لانك ما فهمتيش حتى راسك شنو الهدف ديالك، او شنو غادي تربح الا حقدتي على واحد الانسان او قبحتي الصوره ديالو. لان الانسان اللي كيكون ناجح ومحبوب من الجميع، وهو هذاك الانسان اللي دائما كيقول كلام الخير، هذاك الانسان هو اللي كيدون التاريخ، هذاك الانسان هما اللي كيحفظوا القلوب، وهذاك الانسان هو اللي دائما كيكون المقام ديالو عالي، وهذاك الانسان هو اللي في اي مسار كيدخل فهو تينجح. هذاك الانسان علاش؟ لان بحب الناس راك كتمشي بعيد، ما بالك بحب الله سبحانه وتعالى. مادام انهم كيحبوك الناس، فالله سبحانه وتعالى حتى هو كيبغيك وكيخليك دائما للفوق. يعني اما منك كتكون حقود، فاول حاجه وهو ان النفسيه ديالك كتكون مدمره وكتكون مهزوزه، وكتخليك دائما كتعوم في نفس الدائره، ودائما فيك الشك، حتى النعاس ما كتبقاش تنعس وانت مرتاح. هذه واحد النصيحه لجميع الاخوان، سواء المغاربه سواء الجزائريين. حسنوا الصوره ديالكم وخليوا الناس يعيشوا بسعاده وبحب الاخرين، ولا داعي لهذه المشادات وهذا الحقد كامل. وتبارك الله عليكم خوتي، وتحياتي لكم، وعزاؤنا يعني واحد للأسر المغربية في البلد ديالنا الحبيب، جراء الزلزال اللي ضرب المغرب. وإن شاء الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. وهذا أخوكم سيمو الطياش من صفحة وقناة الشاب سيمو الطياش.